انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. تعالوا نتكلم شوية عن شلاضيمو. اهلا بيكم يا حبايبي في حكاية امل. مين شلاضيمو؟ انا هقول لكم مين شلاضيمو. شلاضيمو ده كان ممثل من مواليد بني سويف، وكان وشه معروف قوي في افلام الابيض واسود. ومع ان شلاضيمو كانت ملامحه حادة وقاسية، وشه كده كان بيقول يا شر اشتر، بس في الحقيقة كان قلبه ابيض وكان طيب قوي قوي. شلاضيمو حب الرقاصة المشهورة زينات علوي وراح يتقدم لها، فضحكت كده وقالت له هو انا ازاي اتجوزك؟ ده انا مسلمة وانت مسيحي. وسمع شلاضيمو الكلمتين دول منها وهوب جري على الازهر واعلن اسلامه هناك عشان يتجوزها. ولما رجع لها تاني وقال لها خلاص انا اسلمت عشان خاطرك اتجوزيني بقى، فضحكت زينات علوي تاني وقالت له انت نسيت نفسك ولا ايه؟ بقى انت عايزني اتجوزك انت؟ ده انا زينات علوي اللي بيجري ورايا رشدي اباظة، هتجوزك انت ازاي طيب؟ شلاضيمو يا حرام ما صدقش اللي سمعه وزعل جدا واكتئب، وقعد كمان منعزل فترة طويلة. لكن وهو منعزل كده قعد يفكر في الدين الجديد اللي هو دخله، وقعد يقرأ كتير عنه وسأل كتير والتزم المساجد وبدأ يقرأ القرآن الكريم. ووقتها انتشرت قصة شلاضيمو في الوسط الفني كله، وكله عرف الحكاية. وكمان عماد حمدي عرف قصته وعرف ان هو كان نفسه يروح يحج، فتكفل عماد حمدي برحلة الحج عشان يحقق أمنيته. وفعلا سافر شلاضيمو مع بعض الفنانين، وهناك مات شلاضيمو، مات على جبل عرفات واتدفن هناك. ياه يا على حسن الخاتمة. ربنا يرزقنا كلنا بحسن الخاتمة. شفتوا سبحان الله، كان بيجري ورا رقاصة وحلم حياته يتجوزها، لكن ربنا أراد له إنه يدخل الإسلام ويدفن في أطهر بقاع الأرض. مش قلتلكوا أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. ربنا يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان هنحكي كتير قوي مع حكاية أمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.